السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الدبوس حاجة حلوة جدًا، كنتاكي ده والّا مش كنتاكي؟ عملت وجبة ما شاء الله تبارك الرحمن ب100 جنيه ب100 جنيه، عملت ملوخية وعملت رز وعملت بطاطس وعملت كنتاكي. طبعًا في ظِل الغلا بتاع الأسعار ده أولادنا ما لهمش ذنب أبدًا، ولازم إن إحنا نأكّل أولادنا على قد ما نقدر يعني، اللهم بارك، اللهم احفظنا يا رب. الفرخة دلوقتي وصلت الكيلو ب93 جنيه تقريبًا الكيلو، يعني عشان أجيب فرخة مش هاجيبها أقل مثلًا من كيلو ونُص هتدخل في ال200 جنيه. شايفين بقى الفراخ حاجة تحفة، وطّيت عليها النار، هدّيت عليها النار وغطّيتها علشان تستوي من جوّه ومن برّه، حاجة كده اللهم بارك. وعملت قدحة ملوخية بقى كده بالسمن البلدي، حاجة كده الله أكبر، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده تحفة. طبعًا طشّة بقى وشوية كزبرة وشوية توم ومعلقتين السمن البلدي عملوا شغل عالي جدًا. تمام، يالّا بينا نسمّي الله وندخل الفيديو، صلّوا لنا كده على النبي في الكومنتات ونشوف إحنا عملنا إيه. طبعًا أنا اعتمادي كلّه مع كيس الكوكي، أنا طبخت كيس كوكي، كيس الكوكي ده بصراحة كان عندي في الdeep freezer. كنت جايباه بكام؟ كنت جايباه ب85 جنيه تقريبًا أو ب90 جنيه حاجة زي كده. حاليًا دلوقتي بقى وصل ل130 جنيه، يعني ربنا يهوّن علينا يا رب، بس برضه أهون بكتير جدًا من الفرخة. طيب أنا الكيس هنا عبارة عن بطاطس، كيس فيه بطاطس بس يا دوبك بيكفّي فرد واحد، وفيه 12 قطعة من الفراخ، 12 قطعة من الفراخ. طبعًا مكمّلين في وجبات التوفير، أنا جاية أدّي فكرة مش أكتر. الفرخة متغلّفة وحلوة، طبعًا الحاجات اللي هي بتاعة الشركات دي أكيد يعني بتعدّي على كشف طبّي، يعني في اهتمام من وزارة الصحة بالحاجات اللي هي زي كده، اللي هي الشركات اللي ليها أسماء يعني، مش هيسيبوا الحاجة تنزل في السوق كده يعني. مش لازم علشان الفرخة تقول عشان أجيب الفرخة تبقى بتتكلم يعني، لمّا الظروف تهدى والدنيا تهدى ولادنا ما لهمش ذنب لازم ياكلوا، أنا باعرض فكرة وخلاص، أنا كده أولادي بياكلوا الفراخ النُص مقلية، إن كانوا بياخدوها في وجبات للمدارس أو مثلًا حد سهران منهم بيطلّع يحمّر كده حاجة كده سريعة يعني. أو مثلًا مزنوقة جدًا في وقت مش فاضية فيه وعندي شغل بيت كتير و، ممكن أجيب الكيس ده وأحمّره مع شوية بطاطس أو شوية مكرونة. طيب الفراخ دي مش كلّها كمان، ده أنا عملت لابني، يعني عايزة أقول لكم أنا عملت ابني جه من المدرسة فحبيت يعني القطع بتاعة الفراخ. طب أنا هاقول الأول اللي أنا عملته، هنا ده توم وبصل وجزر وطماطم وفلفل رومي، ضربتهم كلّهم في الخلاط، وكمان هاستخدم مكعبين من المرقة بتاعة الدجاج. آآ المرقة بتاعة الماجي، لو مش حابة المرقة يا ستي بلاش خالص، استكفي بقى بورق اللوري والحبهان والفلفل الأسود والكباب الصيني. أول ما غلت الشوربة معايا البخار بتاع المَيّة مش مبيّن الحاجة. طيب أول ما غلت الشوربة معايا كنت ضاربة في الخلاط الطماطم ونزلت والبصل والخضار معايا، ورُحت نزلت بيه بالشوربة، وحطيت مكعبين المرقة والفلفل والحاجات العطرية، فلفل أسود وكبابة صيني فلفل أسود وكبابة صيني وملح، الحاجات اللي هي التوابل بتاعة الشوربة حطيتها. أنا مش باقول وصفة، لكن أنا بادّي يعني الحاجة اللي أنا طبختها. عفوًا. حمّرت كمان معاهم شوية رُز، طبق رُز كده حلو، ما شاء الله تبارك الرحمن، كان كل رُزّة برُزّتها وحاجة حلوة جدًا. طيب عملت إيه تاني مع الرُز؟ حمّرته طبعًا، أنا كان نِفْسي أعمل رُز بشعرية، لكن ما كانش عندي شعرية، فحمّرت الرُز وحطيت له مكعب من المرقة وحطيت فلفل أسود.
فلفل اسود، وظبطت الملح بتاعي وخليته يغلي على العالي شوية ووطيت عليه لما اتفلفل، وبقى رز كده متحمر وجميل، حاجة كده تحفة. بس بقى الشوربة بتاعة الملوخية استخدمت فيها استخدمت فيها ايه دلوقتي؟ استخدمت فيها الكيس بتاع التوابل بتاع البطاطس المتحمرة، اللي هو بيتحط توم، اللي هو كمون مطحون على معلقة شطة على توم بودر على بصل بودر. الحاجات اللي هي زي كده بتحلي الشوربة جدا، يعني انا حطيت منه نصه. وكمان مكعب من مرقة الدجاج، وممكن تستغني عنه لو مش بتحبي الحاجات اللي هي زي كده، وفصين من التوم، وفص قرن فلفل رومي. كان عندي كيس كده، انا دايما بخرط الملوخية على كيس نايلون، بحيث ان انا يعني ما اقعدش بقى اغسل واوسخ كنت غاسله الملوخيه بتاعتي ومنشفاها، يا دوبك ان انا هخرط معاها التوم، وهخرط معاها الفلفل بالمخرطه. تمام. حابه ان انت تضربيهم في الخلاط اضربيهم، حابه ان انت تدقيهم مع التوم براحتك، حابه ان انت تحطيهم، المهم بيدوا نكهه حلوه جدا جدا جدا. هبتدي ان انا اخرط بالمخرطه الحاجه بتاعتي، الملوخيه بتاعتي. وطبعا هستخدم معلقه من السمن البلدي، هتغير طعم الملوخيه لحته، هتودي الملوخيه لحته تانية خالص. مش هيبقى من كله يعني. حطينا بهاراتنا وعملنا الحاجة بحب. وشوربة الخضار، ياما في ناس نباتيين ما بيستخدموش اللحوم اساسا في خضارهم وفي طبخهم. وكمان الاخوة المسيحيين كمان اكيد بيطبخوا كمان بزيوت كمان، يعني مش لازم بقى التكلفة. طيب هو كيس الكوكي ده بقول ان هو كنت جايباه ب85 جنيه، حاليا بقى ب130 جنيه تقريبا يعني. ماشي. طيب شايفين انا حاطه الثوم وحاطه الفلفل وحاطه الايه. طيب كده بقى هبدأ ان انا اخرط الملوخية، وبعد كده هكون مجهزة الشوربة بتاعتي متظبطة والملح متظبط. انا عايزة اقول ادي فكرة بس مش اكتر، انا مش بدي وصفة طبخ، انا بدي فكرة ان انا بكيس الكوكي عملت وليمة لاولادي واكلتهم، وكان طبيخ حاجة كده تحفة. بس انا عندي مشكلة ان انا عندي اولادي كل واحد اعمار بتبقى متفاوتة، يعني اللي بيجي من حضانة، واللي بيجي من مدرسة، واللي بتيجي من كلية، واللي بيجي من شغل، فمش بنتجمع كلنا على أكلة في ساعة واحدة يعني. فاللي هيجي طبعا بيجي جعان، يلا انا جعان، فبدل ما فكل واحد يجي بقى يلا ياكل اكله بقى خلاص. مش بنتجمع على أكلة واحدة زي كل الناس يعني، او معظم الناس مش بنتجمع على أكلة واحدة. تمام كده. تمام كده. طيب انا ايه الفكرة اللي انا اديتها كمان في الملوخية؟ ان انا حطيت كيس، ما حطيتش صينية والكلام ده كله، اخدت الملوخية من على الكيس ما غسلتش بقى اطباق ولا غسلت اي حاجة. الدنيا بقت زحمة عندي، ولما ما انا اسفة جدا للدوشة بصراحة. تمام. هنا بقى هبدأ ان انا اجيب الاطباق بتاعتي. كان الاكل كله استوى. حطيت في القالب ده، طبعا يعني العين بتاكل قبل البق. رحت حاطه ال حاطه حاطه معلش الجو زحمه، مش عارفه كل الناس اللي حواليا دي جت ازاي.
حاطة الرز كده في قالب وعلشان يبقى منظر الطبق حلو والسيرفيس شكله شيك وحلو، وابتديت إن أنا أرُص على الأكل عليه، بصراحة كلّهم انبسطوا، كان الأكل تحفة التحفة والملوخية كانت جميلة شايفين، لا ساقطة ولا عالية ولا الكلام ده كلّه. طبق الكوسة عندي بنتي ما شاء الله تبارك الرحمن ما صبرتش بقى، خدت على من الملوخية، حطِّت على الكوسة، حطِّت على البطاطس، حاجة كده تحفة، بوّظت الطبق، بس مش مشكلة ربنا يبارك يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.